اهلا بيك يا صديقي الجميل في حلقه جديده من قناه ايطاليانو فاتشيلمنت. انا بروم واهلا بيك في حلقه النهارده درس مهم هنتعلم فيه مع بعض ادوات التعريف في اللغه الايطاليه اللي هي ارتيكولي ديترميناتيفي. طب ايه هي اصلا يا عم بروم ادوات التعريف الايطاليه او ادوات التعريف عامه؟ ادوات التعريف هي الاداه اللي بنستخدمها قبل الاسم علشان نحدد اسم معين هنتكلم عنه. يعني مثلا انا قلت لك دلوقتي ولد، انا هنا بتكلم عن اي ولد. لما انا قلت لك الولد، انا هنا خصصت ولد معين انا قصده او انا بتكلم عليه. ادوات التعريف في العربي هي الف ولام. بنحطها سواء الاسم جمع، سواء مفرد، سواء مذكر، سواء مؤنث، كله ماشي وكله صح. انما في اللغه الايطاليه الموضوع مختلف شويه. عندنا ادوات التعريف بتتحدد على حسب النوع سواء مذكر او مؤنث، وعلى حسب العدد سواء مفرد او جمع. يلا بينا نبدأ بأدوات التعريف المذكرة. هنشرحها ببساطة، هناخد أمثلة. كل عليك إنك تركز معايا لآخر الفيديو علشان تحفظهم وتتعلمهم ببساطة. يلا بينا نبدأ. أول أداة تعريف مذكرة مفرد مذكر هي إل دي بتيجي إمتى؟ دي بتيجي قبل أي اسم بيبتدي بحرف ساكن عادي. قبل اسم أو قبل أي كلمة بتبتدي بحرف ساكن عادي، ولما بتتجمع بتبقى اي بس، بنشيل ال وبتبقى اي. يبقى عرفنا اول اداة تعريف اللي هي الا، لما بتتجمع بتبقى اي. طب يلا بينا ناخد امثله. اول مثال معانا مثلا قلت لك il tavolo يعني الترابيزه، هتبقى اي تافولي. طيب تاني مثال معانا هو الليبرو يعني الكتاب، لما تتجمع تبقى اي ليبري الكتب. طيب تالت مثال معانا هو الكاني يعني الكلب، لما تتجمع تبقى كاني. وبس كده يا صديقي الجميل. كده عرفنا مع بعض اول اداة تعريف اللي هي لما بتتجمع بتبقى اي. يلا بدنا ندخل على تاني اداة تعريف اللي هي لو بتيجي امتى يا صديقي الجميل؟ بتيجي في 5 حالات. لو الكلمة اللي بعدها بتبتدي باس بعديها حرف ساكن، أول كلمة بتبتدي بجي ان، أول كلمة بتبتدي ببي اس، أو بتبتدي بإكس، أو بتبتدي بزيتا، ولما بتتجمع بتبقى لي. يبقى عرفنا لو لما بتتجمع بتبقى لي. اوكي، وبتيجي امتى؟ بتيجي قبل اي كلمة بتبتدي باس بعديها حرف ساكن، جي ان، بي اس، اكس، زيتا. يلا بدنا ناخد مثال على كل واحدة من دول. اول مثال معانا هقول لك مثلا لو ستودنت يعني الطالب، هتبقى لي ستودنتي يعني الطلاب. تاني كلمة معانا هي لو زاينو يعني الشنطة أو شنطة الكتف أو شنطة الظهر. لو زاينو هتبقى لي زايني يعني الشنط. تالت كلمة معانا هي لو بسيكولوجو يعني الطبيب النفسي. طيب هتبقى لي بسيكولوجي يعني الأطباء النفسيين. معانا كلمة تانية هي لو نيومو اللي هو القزم، هتبقى لي نيومي يعني الأقزام. آخر كلمة معانا هي لوكسيلوفونو اللي هو الإكسليفون، هتبقى ليكسيلوفوني يعني إكسليفونات. وبس كده. آخر أداة تعريف مذكرة يا صديقي الجميل هي إلا عليها أبوستروف. ليه بتبقى إلا عليها أبوستروف؟ علشان بتيجي قبل أي كلمة بتبتدي بحرف متحرك، بتبقى كده علشان تسهل النطق. إيه هي الحروف المتحركة؟ طيب الحروف المتحركة هم 5 حروف: الأ والآ والإي والأو والأو. دول ال5 حروف المتحركين زي ما هم ظاهرين قدامك كده على الشاشة. أي كلمة بتبتدي بحرف من دول بتاخد إلا عليها أبوستروف علشان تسهل النطق.
طب يلا بينا ناخد أمثلة. أول حاجة معانا مثلا لاميكو. لاميكو لاميكو يعني الصديق، هتبقى لي اميتشي، لان ال على ابوستروف لما بتتجمع بتاخد لي برضو، اوكي، زي لو. لكن طبعا انت زي ما انت شايف اميكو بتبتدي لو خدت لو اميكو هتبقى الكلمة تقيلة، فبتبقى ال بس، هتبقى لاميكو. لاميكو يعني الصديق، هتبقى والجمع بتاعها هتبقى لي اميتشي، لي اميتشي. طيب تاني كلمة عنها هي لورسو. لورسو يعني الدب، لما بتتجمع هتبقى لي اورسي. لي اورسي، لي اورسي يعني الدببة. تالت كلمة عنها هي لينسينيانتي. لينسينيانتي يعني المعلم، لما تتجمع هتبقى لي انسينيانتي. لي انسينيانتي هتبقى لينسينيانتي، لينسينيانتي. اخر كلمة عنها هي لومو. لومو يعني الرجل، هتبقى لي ووميني. لي ووميني، لي ووميني يعني الرجال. وبس كده، كده يبقى اتعرفنا مع بعض على ادوات التعريف المذكر. يلا بينا ندخل على ادوات التعريف المؤنث. ادوات التعريف المؤنث يا شباب سهلة جدا. عندنا هم اداتين تعريف بس، والجمع بتاعهم واحد، لا او ال عليها ابوستروف. امتى بندي لا؟ بندي لا قبل اي كلمة مفرد مؤنث، اي كلمة مفرد مؤنث. طيب امتى بندي ال عليها ابوستروف؟ لو الكلمة دي بتبتدي بحرف متحرك، بنشيل بنشيل حرف وبتبقى ال عليها ابوستروف علشان تسهل النطق زي ما اتفقنا. طب يلا بينا ناخد امثلة. اول مثال معانا صديقي الجميل هو زي مثلا لو قلت لك دلوقتي لا كازا. لا كازا يعني البيت او المنزل، هتبقى لي كازي. لي كازي هتبقى المنازل او البيوت. تاني كلمة معانا هي لا سكولا. لا سكولا يعني المدرسة، هتبقى لي سكولي. لي سكولي المدارس. او مثلا اقول لك لا راجاتسا. لا راجاتسا يعني البنت، هتبقى لي راجاتسي. لي راجاتسي البنات. دول اللي هم لا. طب هناخد بقى اللي هو اللي عليها ابوستروف، زي مثلا قلت لك لارانشا. لارانشا يعني البرتقال، هتبقى لي ارانشي، لان هي برضو بتتجمع بنفس الطريقه. لي ارانشي. لي ارانشي يعني الجمع برتقانه. لارانشي اللي هي لارانشا اللي هي برتقانه. لي ارانشي اللي هي برتقانات او برتقان. بعدين معانا لاميكا. لاميكا يعني الصديقه، هتبقى لي اميكي. لي اميكي يعني الاصدقاء. وبس كده يا صديقي الجميل. يلا بينا نعمل مراجعه سريعه على ادوات التعريف اللي اتعلمناها. قلنا في المفرد المذكر عندنا 3 اللي هي إلا، لو، اللي عليها أبوستروف. إلا بتيجي إمتى؟ بتيجي قبل أي كلمة بتبتدي بحرف ساكن عادي، ولما بتتجمع بتبقى إي. لو بتيجي قبل أي كلمة بتبتدي بالخمس حاجات دول: جي إن، بي إس، إس بعدها حرف ساكن، إكس، زيتا. ولما بتتجمع بتبقى لي. آخر واحدة معانا اللي هي اللي عليها أبوستروف، بتيجي إمتى؟ بتيجي قبل أي كلمة بتبتدي بحرف متحرك. دول أدوات التعريف المذكرة. أدوات التعريف المؤنثة أسهل منهم مفيش، هما 2: لا وإلا عليها أبوستروف. لا بتيجي إمتى؟ بتيجي قبل أي كلمة مفرد مؤنث، بتتحول لإلا عليها أبوستروف لما الكلمة دي بتبتدي بحرف متحرك، والاتنين لما بيتجمعوا بياخدوا ليه. وبس كده صديقي الجميل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لي اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتكتب في الكومنتات تحب نتكلم عن ايه في الدروس اللي جايه. هسيب لك دلوقتي اختبار قدامك على الشاشه، لو عرفت تحله يبقى انت كده فهمت الدرس كويس، لو ما عرفتش محتاج تسمعه تاني. وبس كده يا صديقي الجميل. كل عليك انك تركز دلوقتي في الاسئله اللي هتظهر قدامك على الشاشه. Ci vediamo
alla prossima. Ciao a tutti.